رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، حسب طلب الأخ الكريم صلاح بهلة أن نسجل له شيئا عن مسيرتي. في البداية، الاسم مهدي عبدين الحاج مختار، مواليد مدينة واد مدني، الجسم الأول، 1953. وبداية التعليم الأولي في مدرسة البندر الابتدائية، ومن ثم الأهلية الوسطى ومن ثم معهد المعلمين الفاشر دبلوم معلمين. بدايات النشاط الرياضي كانت كالعادة في الدافوري مع أبناء الحي، ومن ثم انتقلنا إلى اللعب المنظم في روابط الناشئين في فريق بالقسم الأول، كان يقوده صلاح صبحة ضد السرايا. وفجأة وجدت نفسي مسجلا في كشوفات نادي الشاطئ دون ما أدري، وبخدعة من الأخ صلاح ضد السرايا صلاح صبحة أصبحت لاعبا لنادي الشاطئ، وكنت حينها حارسا للمرمى، وأيضا كنت حارسا للمرمى في المدرسة الأهلية وكان الاحتياطي خالد السيد، وفي نادي الشاطئ كنت الحارس الأول والاحتياطي الأخ السير بدوي. وشاءت ظروف فريق الشاطئ والنتائج السلبية أن أنتقل إلى اللعب في خط الهجوم، ويقوم الأخ السير بدوي بحراسة المرمى. ومنذ المباراة الأولى بحمد الله استطعت أن أظهر مستوى جيد ونتائج جيدة للفريق، ومنها تواصلت مسيرتي كلاعب في خط الهجوم في نادي الشاطئ في الفترة من العام 64 حتى العام 70. في العام 70 تم تسجيلي لنادي الاتحاد الرياضي. في نادي الشاطئ زابلت الكثير من اللاعبين، على سبيل المثال لا الحصر عصام الرياح وعبد العظيم قلة وعطية وهم وكسروا يعني. وكان الجيل اللي قدامنا طبعا في نادي الشاطئ به سمير صالح والدلمين وصلاح قندراني، واستفدنا كثيرا من رؤية هؤلاء اللاعبين ومن مشاركتهم في بعض الأحيان في تمارين الشاطئ. بعد الانتقال لنادي الاتحاد، كانت أول مباراة لي الاتحاد ضد النيل الخرطوم في استاد واد مدني، وهي كانت المباراة التي استطعت من خلالها أن أثبت أقدامي كلاعب أساسي في فرقة نادي الاتحاد. استمرت المسيرة في نادي الاتحاد، وزاملت عدد كبير جدا من اللاعبين، منهم الفاتح حسن حميدة والتتر كوشينا الحاج اللمين الله يرحمه، وهم كسروا طبعا. الفاضي سانتو أخي العزيز وصديقي ودفعتي في مدرسة البندر لم نتزامل في الملعب، لأنه عندما أتيت للتسجيل في نادي الاتحاد كان قد انتقل لنادي المريخ، ولم أحظى بمشاركته في اللعب إلا من خلال مدرسة البندر والدافوري في الأحياء. كذلك هناك الكثيرين ممن عاصرونا، المرحوم عصام حموري ومعتصم عبد الرحمن وعبد العظيم قلة، وكذلك في نهاية أيامه جعفر والدنوبة كان معنا. محجوب الله جابه استمر معنا فترة طويلة، والسر الله جابه أيضا،
عثمان الرجاوي استمر لفترة ثم انتقل إلى نادي الأهلي. في نادي الاتحاد بدأت تتبلور مسيرته الكروية، وبدأ المستوى يتطور تحت إشراف المدرب المرحوم الفز سيد محمد سليم، الذي طيلة فترة لعبي بنادي الاتحاد كان هو المدرب. يعني لم أتشرف بمزاملة أي مدرب في نادي الاتحاد خلاف سيد سليم طيلة 12 عام قضيتها لاعبا لنادي الاتحاد. وكان سيد سليم مدرسة قائمة بذاته، وكان يعرف كيف يوظف اللاعب وكيف يخرج من اللاعب كل إمكانياته لمصلحة الفريق. تأثرت كثيرا باللاعب بابكر سانتو، وكنا عندما نكون في مباراة ضد الأهلي كنت أركز تركيز شديد جدا على ما يقوم به بابكر سانتو من مهارات في الاستلام والتمرير والتمركز وكل أنواع المهارات. وكنت أحضر في اليوم الثاني إلى ملعب ميدان الملك ومعي كرة، وأقوم بتقليد ما كان يفعله بابكر سانتو، عسى ولعل أن أجيد 50% من مهاراته، فهي كفيلة بأن تحسن من مسيرتي في مستقبلي. وفعلا والحمد لله يعني قدمت عطاء مرضيا بالنسبة لي، سواء كان على المستوى الفني أو على مستوى النتائج بالنسبة لنادي الاتحاد. في نادي الأهلي كان هناك الكثير من اللاعبين الذين يشار إليهم بالبنان، وكنت دائما وأبدا تربطني بهم علاقات وطيدة أخوية. وكان أخص منهم الأخ عباس عمر ريكس، كان صديق شخصي، والأخ قاسم سلطة عليه رحمة الله. رغم أننا في الملعب كنا ندين قويين، إلا أننا خارجه كنا صديقين حميمين. وكذلك الأخ أبو القاسم تشيكن والأخ طارق بادي، كل هؤلاء من اللاعبين الذين كانت تربطني بهم علاقات طيبة. نادي النيل كان هو بالنسبة لنا هو الخصم الحقيقي في تلك الفترة، لأنه الأخ سيد سليم حضر إلى الاتحاد بعد أن ترك نادي النيل لأسباب شخصية. وكان لاعبين نادي النيل دوما عندما يحرزون هدفا في نادي الاتحاد كانوا يغيظون سيد سليم ويقلبوا الهوبة أمامه ويغنوا له تفا وقعت في البير. فهذا كان يثير في سيد سليم الكثير من الشجون، لذلك كان حريصا جدا على أن تنتهي مبارياته مع النيل بفوزه وانتصاره، ولذلك كان يعد الفريق لهذه المباراة إعدادا جيدا، ويخشى كثيرا من أن يخرج مهزوما أمام فريق النيل. وأذكر أنه في إحدى المرات وأنا مريض بالمنزل والمباراة ضد النيل وأنا مصاب بالملاريا، إذا بسيد سليم أمام الباب ويطلب مني أن أرتدي ملابسي وأذهب معه للمباراة. فقلت له: يا كوتش، أنا مريض ولا أستطيع أن ألعب. فأمرني أن أرتدي ملابس الكورة وأذهب معه، وفعلا ذهبت معه وأجلسني في كنبة الاحتياطي. وحتى منتصف الشوط الثاني كان النيل متقدم بهدف، وهنا أمرني سيد سليم بأن أقوم بإجراء عمليات الإحماء وأدخل إلى الملعب. ودخلت فعلا في تلك اللحظة تناسيت كل آلام الملاريا والحمى، وكان هدفي الوحيد أن أرضي السيد سليم. وفعلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استطعت أن أحرز هدفا وأن أجهز هدفا للأخ سر الرجاو لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1. وغمر السرور سيد سليم، وكنت مرتاحا نفسيا لرؤية مدربي وأستاذي وهو منشرح الصدر. ولذلك
زالت كل الآلام والآمال، ونواصل إن شاء الله. ونواصل معكم الإخوة الأعزاء رحلتي مع نادي الشاطئ، والتي بدأت ونحن يافعون، وكنا نذهب إلى ميدان الدافوري الواقع بين فندق الكونتيننتال والكنيسة، وكنا نشاهد اللاعبين الكبار سمير صالح والناير حميدة صلاح قندراني والطاهر يوسف فرح وغيرهم يلعبون الدافوري، وكنا نحن لاقطي كرات بالنسبة لهم، ونتفرج ونستمتع بما يقدمونه من مهارات بكرة الشراب من مراوغة وتهديف وغيرها ومرة السنون. واحتلينا احنا هذا الملعب بعد ان ذهبوا هم الى انديتهم، وصرنا نلعب الدافوري في مجموعات، وكانت مجموعة من الفرق، وزي ما بقولوا بالداري كده كان اللعب بالطلوع، وكان مجموعتنا نحن بتضمني انا ومعايا محمد حسين كسلة. وفعلا يعني هذه المجموعة كانت دائما من الشمس حية لحد ما الشمس تغيب ما في زول يستطيع انه يطلعها برا. حتى ناس الدافور اقترحوا ان انا والاخ محمد حسين كسلة نفترق، كل زول يكون في مجموعة من المجموعات الاخرى. ومن هنا بدأت الرحلة الى نادي الشاطئ الذي تأسس في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وكنا نذهب إلى تمارين الشاطئ أيضا ونحن نشاهد اللاعبين. وهذا كان أول عهد لنا بالملاعب الكبيرة، انتقالا من الملعب الصغير بتاع الدافوري، وده اللي بيعلمك المهارة، مهارة امتلاك الكرة، ومهارة حماية الكرة، مهارة المراوغة، مهارة اللعب في مساحات ضيقة. ومن ثم انتقلنا إلى مشاهدة تمارين نادي الشاطئ. في بعض الأحيان كان التمرين بيكون ناقص، كانوا بيتموا بين التمرين، وابتدأنا نلعب في الملعب الكبير اللي فيه المساحات اللي بتحتاج إلى مجهود بدني زايد بجانب المهارة. هذا الشاطئ كان في ذلك الوقت كان فيه في حراسة المرمى كان فيه محمود خانجة عليه رحمة الله، وكان فيه أيضا الصادق جومو، وكان فيه فكمي، وكان فيه ود العسكري واللي ود العسكري أظن فاروق، وأيضا كان فيه صلاح قندراني، سمير صالح، محمد والدلمين. هذه بعض نجوم نادي الشاطئ في ذلك الوقت، والذين انتقل منهم البعض إلى أندية الدرجة الأولى. الشاطئ في ذلك الوقت كان ضمن أندية الدرجة الثانية، لكنه سرعان ما انتقل إلى الدرجة الأولى وأصبح منافسا خطيرا لأندية القمة الاتحاد والأهلي والنيل. وهنا بدأت رحلتنا مع أشبال الشاطئ. نحن بدأنا نلعب في فريق أشبال الشاطئ، ولم تكن هنالك منافسة للأشبال على مستوى الاتحاد المحلي، ولكن كانت التمارين وكانت المنافسة ضد فرق الأحياء وفرق الروابط، وكانت كثيرة في ذلك الوقت. والنشاط كان ثر حقيقة في مدينة واد مدني، كل الأحياء بها ملعب للدافوري، وكل الأحياء بها فريق ناشئين، وكل الأحياء بها لاعبين يشار إليهم بالبنان. في نادي الشاطئ بدأت رحلتي في حراسة المرمى، وحراسة المرمى هي موروث، لأن الوالد عليه رحمة الله كان حارسا لنادي الاتحاد ومنتخب الجزيرة، وأنا طبعا من أسرة رياضية. حتى العم سليمان حبيب مختار كلكم تعرفوه
كان حكما، وبالتالي كل البيت كان أسرة رياضية، ونشأت في هذه البيئة الرياضية. وحيث إنه نادي الاتحاد عندما انفصل من نادي النيل، وكان ناديه في بيتنا، كانوا بيجوا في بيتنا عشان يلبسوا، وكداك ما عملوا نادي بيجي بيلبسوا، وأنا يعني يا دوبك في سن الخامسة عشرة والعاشرة تقريبا 10 سنوات، وكنت أشاهدهم وهم يلبسون ويذهبون إلى الملعب. في بعض الأحيان كانوا يأخذوني معهم إلى دار الرياضة. ذكر دار الرياضة كانت تراب، دار الرياضة مدني لم تكن منجلة في ذلك الزمان، وكان نادي الاتحاد في ذلك الوقت فيه عبد الحليم مختار والتوم السيد، عبد نصر الله، إبراهيم محمد علي، أبراهوما، ودوكشوم، ودفع الله الحيوان، والطيب موسى، وسانتو عبدو الكبير، وعدد كبير جدا من نجوم نادي الاتحاد. وكنا نذهب لمشاهدتهم، وكانت فعلا مباراة ضد الأهلي الذي كان يضم بادية وعلوية، وكان يضم أيضا الكثيرين من اللاعبين المميزين. كانت مباريات قوية يومها جمهور غفير جدا جدا. في نادي الشاطئ بدأت ألعب كحارس مرمى، في بداياتي كحارس مرمى، ولكن بعد فترة ساءت نتائج النادي، وفي إحدى المباريات طلبت من المدرب أن ألعب كمهاجم، وأنه السربدوي يلعب حارس مرمى. وفعلا بعد إلحاح مني ومن اللاعبين استجاب المدرب المرحوم عوض قرقوري لهذا الطلب، ولعبت مهاجم، والسربدوي كان في حراسة المرمى. وأيضا استطعت في هذه المباراة أن أحرز هدفين انتصر بهم الشاطئ في تلك المباراة بعد غيبة طويلة من الانتصارات. ومن هنا بدأ المشوار، وتركت حراسة المرمى في ظهري، وبدأت أستمتع باللعب في خانة المهاجم، أو زمان نحن بنسميها الإنصايد الساقط. بينازل الاتحاد من رأس الحربة عشان يستلم من لعيبة النص، وبعد ذاك بيمشي يكمل مع رأس الحربة بإنهاء الهجمات. ابتدت هذه الرحلة، واستطعت في عام من الأعوام مع باقي الفرقة في نادي الاتحاد، في نادي الشاطئ أقصد، إننا نصعد به من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. وأذكر إنه ده كان في العام موسم 89-70 على ما أعتقد. وبعدها مباشرة بعد صعود الشاطئ إلى الدرجة الأولى أنا ذهبت إلى نادي الاتحاد. بداية الموسم دوما كانت بتكون بطل الدوري والفريق الصاعد، فصادف أن كانت المباراة بين الاتحاد بطل الدوري والشاطئ الفريق الصاعد. في تلك المباراة بدأت أنا ألعب مع الاتحاد، وأحرزت هدفا في حارس مرمى الشاطئ. وعندما كثرت الأهداف على حارس مرمى الشاطئ قال لي نسيت فريقك القديم يا أستاذ مهدي؟ قلت له والله أنا ما نسيت، لكن ده اللي خانة في نادي الاتحاد عاد أثبت نفسي كيف، فلازم أجيب الجون عشان أثبت نفسي. وفعلا انتهت بفوز الاتحاد ب6 أهداف دون مقابل. واستمرت هذه المباريات بين الاتحاد والشاطئ مباريات لها طعم خاص ولها وقع خاص، لأن الفريق اللي انت بتجي منه بتكون لابد أنك تلعب ضده بروح وبمسؤولية وبتقدير للشعار اللي انت لابسه. ودي كانت فترة نادي الشاطئ، وإن شاء الله نواصل مع فترة نادي الاتحاد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن أبدأ قصتي مع نادي الاتحاد ومسيرتي معه، دار أحكي طرفة جميلة جدا حصلت لي وأنا بلعب في الشاطئ. والوقت ده كنت معلما بمدرسة البندر، وكان المدير المرحوم طه عبدين.
فأظن شافني في إحدى المباريات، فناداني يوم في المكتب في المدرسة، قال لي أنا شفتك بتلعب ودارين أسجلك للأهلي. قلت له يا عم طه أنا عندي شورى. قام قاعد يضحك. فعلا لما جيت البيت وكلنا بنتغدى في صينية واحدة مع الوالد، فانتهزت الفرصة نحن بنتغدى، قلت لأبوي يابا عم طه قال داري يسجلني في الأهلي. قال لي امشي سجل، لكن شوف لك صينية بتاعت غدا تاني وكل فيها. فجيت تاني يوم المدرسة قلت الكلام ده لعم طه، فقال لي انت انا امبارح ضحكت لي، ما عارف الكلام ده حيحصل. بعد ده تجي قصة تسجيلي في نادي الاتحاد. انا من سجلت في نادي الاتحاد كان سكرتير نادي الشاطئ المرحوم عبد العساتي، وهو اتفق تماما اظنه بدون علمي مع ناس الاتحاد، وأدوا نادي الشاطئ 100 جنيه. الوقت ده كانت كثيرة جدا. أنا عرفت المعلومة، فمن جيت أوقع زمان التوقيع الكشف بيجيبوه في النادي طبعا، فكان محمد فضل بشير هو رئيس النادي، وجابني في الصالة بتاعت النادي جوا وجاب الكشف وقال لي توقع. قلت له يا عم محمد انتوا وديتوا نادي الشاطئ 100 جنيه بتدوني كم؟ قال لي دقيقة بس. مرق برا قام كلم مصطفى كرار وجا راجع قال لي مصطفى كرار بيناديك. فمن قال لي عمك مصطفى كرار بيناديك، انا مرقت برا لمصطفى، قام ساقني قدام نادي الاتحاد كده على السور بتاع ميدان الملك في خور، جنب الخور داك وقفني وراح مديني كف عالمي. قال لي مش قول له خلاص انا ادوني حقي قبضت حقي. وفعلا جيت راجع وكنت انا والله بمضى والدموع بتنهمر في الكشف بتاع اللاعبين ذاته. فدي كانت قصة التسجيل بتاعتي، واغرب قصة تسجيل يعني انا اسمع بها ذاتي مش امر بها. وبعد ذاك طبعا بعد التسجيل طوالي ومنذ البداية جيت لقيت نادي الاتحاد فيه لاعبين لهم شأن ووضعوا بصمات في خارطة كرة القدم في مدينة المدني، وأذكر منه على حصرا وليس يعني بكل اللاعبين، فهم زي عامر عوض عبده وجعفر نوبة محجوب الله جابو والسر الله جابو حاج اللمين عليه رحمة الله وعوض السيد مرغني. هذه مجموعة وجدتها قدامي، وكان لازم وسط هذا الكم الهائل من النجوم وخبراتهم وكذا لابد انك انت يعني تجتهد اجتهاد شديد. لكن بحمد الله يعني كانت الموهبة موجودة والثقة بالنفس موجودة، لذلك طوالي اندمجت معهم في التمارين بصورة جيدة، واستطعت أن أكون ثنائية أو ثلاثية كانت في ذلك الوقت مع الحاج اللمين وعامر عوض عبده قبل أن ينتقل عامر إلى المورد العاصمي. وبعد ذاك أصبحت الثنائية مع المرحوم الحاج اللمين، وهو يعني لاعب ما أظن أنك تجاور لك لاعب بيلعب بفكره بمستواه، وإلا أظن يكون الأخ بابي كرسانتو عليه رحمة الله أيضا يتفوق على الحاج في بعض النواحي، لكن أسلوبه متشابه بعض الشيء. في نادي الاتحاد كما ذكرت في مرة سابقة كل الفترة اللي قضيتها في نادي الاتحاد تقريبا 12 عام، وكل هذه الفترة كان المدرب سيد سليم، ودي واحدة من الحسنات يعني اللي بيستفيد منها اللاعب انك تتدرب على يد مدرب واحد ومدرسة تدريبية واحد وفكر واحد، وهو ذات المدرب خلال الفترة دي بيكون أخذ فكرة عنك، عن إيجابياتك، عن سلبياتك، عن احتياجاتك، عن نواقصك. وكان سيد سليم بيكمل لنا في التمرينات والتدريبات، والله حقيقة يعني استفدنا منه فائدة كبيرة جدا جدا، وأسهم إسهام كبير جدا في إنه نطور موهبتنا ومستوانا ونظهر بمستوى
يعني أهلنا إلى أننا نمشي إلى منتخب الجزيرة وللفريق القومي. وكذلك يعني الاتحاد ذاته اللاعبين الموجودين فيه سواء في كل المراكز، إذا كان في خط الدفاع أو الوسط أو الهجوم، كانوا لعيبة يعني برضه بيساعدوك على إنك تؤدي أداء جيد جدا وأداء ممتاز جدا. أيضا لا أنكر يعني فضل بعض الإخوة اللي كانوا مساعدين لسيد سليم، وهم المرحوم ربنا يرحمهم، هم كرار حسن كرار ودورية، ديل كانوا في معظم الأوقات بيكونوا مساعدين لسيد سليم. خضنا مع الاتحاد تجارب كثيرة ومباريات كثيرة. أظن أهم مباراة أنا لعبتها في مع الاتحاد كانت في دورة في الدوري العام في بورسودان، وكانت تضم فرق اتحاد مدني، هلال بورسودان، هلال العاصمة، وساردية شندي. وفي هذه الاتحاد تصدر هذه المجموعة، واللي بيصدر المجموعة كان بيجي راجع بالطائرة، وأنا حظيت بنجومية هذه المجموعة. وفعلا في الطائرة كان راكب جنبي زول أنا ما بعرفه، لكن بعد الطائرة أغلى عرفني بنفسه إنه هو عبد الله السماني الأمين العام لنادي الهلال، وأوحى لي بأنه أنا أنتقل للعب في الهلال. لكن أنا رفضت، ما رفضت لأنه لأي سبب من الأسباب خاصة بالهلال، لأن أنا ذاتي شخصيا هلالابي. لكن رفضت لأنه أنا كنت مستقر جدا جدا في مدني، أنا معلم بصرف مرتب جيد، عايش وسط أهلي ووسط أصدقائي، وفي نادي بحبه جدا هو نادي الاتحاد. لذلك فكرة إنه أغادر هذه البيئة اللي أنا عايش فيها كانت المسألة دي بالنسبة لي مستحيلة، فرفضت بكل أدب وكده. رغم أنه جو حاولوا تاني عن طريق العم مصطفى كرار، إلا أيضا محاولات باءت بالفجر تحت إصراري بأنه أواصل مع نادي الاتحاد إلى أن أنهي مسيرتي في نادي الاتحاد. أيضا يعني مر علينا كثير من اللاعبين على المستويات مميزة يعني، وأذكر إنه من أميز اللاعبين برضو اللي أنا لعبت معاهم في نادي الاتحاد الأقعى والصيد مرغني. يعني والصيد كان راجل جناح، كان بيديك الكور يعني زي ما انت دايرة، وقدر ما تستلم كورة بتلقاه هو في الموقع المناسب عشان تمرر له. لذلك وجود هؤلاء النجوم في نادي الاتحاد أسهم كثيرا في إننا نطور بعض ونساعد بعض. من بعض الذكريات الجميلة أيضا كان هنالك مباراة اتحاد أهلي وفيها جائزتين، واحدة لنجم المباراة وواحدة هداف المباراة. وأذكر إنه نحن في نادي الاتحاد جمعونا كلنا ودونا قروش عشان نمشي ناكل باسطة ونشرب لبن في سلة. فأنا شلت القروش ومركت كده، لقيت صديقي العزيز عباس ريكس مستنيني برا واقف. على وين؟ قلت له ماشيين سلة. قال لي أنا بوديك سلة بتاعتي. فرح، فمشيت مع عباس ريكس. المهم اليوم داك وسهرنا مع بعض لحد الصباح تقريبا، وجينا للمباراة. من الغريب في المباراة إنه الأهلي انتصر على الاتحاد 3-1، والأهداف كلها أحرزها عباس ريكس، شايل جائزة هداف المباراة، وأنا شلت هداف نجم المباراة. إحنا الاثنين ما مشينا سنة استطعنا إنه نتحصل على الجائزتين الموجودات، لأن الكورة هي تصميم، والكورة هي إنك كيف تعرف تحافظ على نفسك حتى إذا كنت بالساهل ولا غيره، إنك كيف بتعرف تحافظ على نفسك، على نظامك الغذائي، على أشياء كثيرة، وأيضا على موهبتك كيف تسخرها لمصلحة الفريق. نواصل. هنالك الكثير من الأشياء الجميلة التي مررت بها في مسيرتي، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله والبركة. أحييكم في جولة جديدة مع نجم جديد، ألا هو مهدي عبدين، لاعب نادي الاتحاد السابق والإداري المحنك في نادي الاتحاد واتحاد الكرة المحلي بمدينة المدني.
اللقاء ده نشر في واتساب مجموعة ود مدن الرياضة والقيادة الأخ صلاح بهلوان والمجموعة الذهبية، ودي أول سلسلة بتاع التعاون مع هذه المجموعة، ونتمنى إنه نتواصل في سبيل إنه نوفر لكل نجوم مجتمعنا في مدينة المدني عبر مشاركتهم المختلفة في المواقع المختلفة. أيضا نشير بأنه الصورة المصاحبة من موقع ود مدني على النت، ودي دعوة إنه الناس تشارك في كل هذه المواقع وتساهم، لأنه التوثيق مهم جدا. قبل الختام وقبل مشاهدة اللقاء ما تنسوا جرس الاشتراك وعمل الاشتراك وعمل السبسكرايب واللايك، حتى يكون دافع وحافز إنه نقدم لكم الجديد الممتع والتوفيق اللائق لمدينة جميلة، مدينة مدني نامل إنه تعود بحكم الوطن ويعود الناس إلى ديارهم سالمين قادمين. والسلام عليكم ورحمة الله.